أول طريقة سطل، تحط رجلك فيه أكرمكم الله وتعبيه موية دافية وتكب بيالتين من السدر فيه. الطريقة الثانية بيالة بالموية تصبها على رجلك، تخلي السدر يجي على ركبتك وموية اقر فيها الفاتحة، ثم انفذ فيه واشرب. النبي عليه الصلاة والسلام كان مسحور من قبل واحد يهودي وكان يرقي نفسه إلين عافاه الله. الطريقة الثالثة عندنا هذه السماعة وعندنا ذا الفلاش، هذا فيه سورة البقرة كاملة، تجدونها عند محلات تسجيلات الإسلامية. تكون رجلك في السدر، الموية المقري فيها شربتها، البقرة شغالة، استرخي نفسك. إذا أنت متلبس بجان تطلع لك حاجتين، يا إنه ينطق يا إيدك بتنفض، إيدك ورجلك بتقول كذا. إذا حسيت بصداع في راسك أو وجع في كتفك تحس إنه بينخلع أو وجع في أسفل الظهر وحرارة، ادهن نفسك بزيت مقري فيه. بعد ما تدهن نفسك بالزيت نص ساعة اغتسل بالسدر ثم تروش، وبإذن الله ما قدامك إلا العافية. إذا لم ينطق على اللسان ولا تنبض الإيد ولا الرجل فأمورك طيبة وأنت عايش في وسواس، زين أمورك في صلاتك ومع ربك وأمورك إن شاء الله أنها طيبة. يا غالي إذا ما عندك أحد في البيت يعاني من سحر أو مشاكل في غيرك يعاني، لعل يتعاون إياك وننشر هذا الخير. أسأل الله لا يحرمك أجرك.